المنتخب المحلي أمام المنتخب الليبي. المنتخب الليبي لعب بالمنتخب الأول. قلعت المباراة وقلع الهجوم الجزائري في أول دقيقة، أول روتري وأول تسديدة للمنتخب الوطني صدها الحارس. وفي هذه الكرة جربوا يلعبوا الكرة طويلة بصح ما صدقتش الحارس وصدها. شفنا انطلاقة خاطفة من جهة بالخيثر بصح والله ما خلاه يروح. لحد الآن المنتخب الوطني كان أفضل وجرب هذه التسديدة من بعيد قريب دخلت عن طريق لاعب مزياني اليوم تحرك بزاف وقلق الخصم بزاف وضيع بزاف. شفنا مختار بالخيثر في هذه الكرة على طريقة كارفخال ما عرفناه لا يلعب فيها لصاحبه ولا يرد فيها الحارس مرمى تاعهم. هنا مزياني دخل وحشاها لهم بصح ذقل يحسب روحه في الدوري الجزائري يستناوه. جات فرصة للليبيين بصح تيراها في المدرجات. هنا مزياني كان قادر يمدها لصاحبه. جات فرصة أخرى لمحيوس ما عرفتش كيفاش ضيعها. محيوس وقندوزي ضيعوها في زوج. هنا بالخيثر جاتو فرصة تسددها في المدرجات. سبحان الله فكرني كاع في كارفخال كيف كان يلعب. وهذه الهجمة الوحيدة للمنتخب الليبي بصح عطاوها للحارس تاعنا. شوف هنا كيفاش سدد اللاعب تحسب جامي يسدد في حياته. ونفس اللقطة جات المنتخب الليبي وفي المدرجات كالعادة. أول توزيع يديرها تصلح بالخيثر في هذه المباراة بصح مع الأسف ما كان حتى واحد في الكاريدي. وأخيرا ربي ما حبناش الخسارة وما حبش الجيران يضحكوا علينا وجبنا بيناطي جابها محيوس. هنا الحارس كون خلى محيوس يفوت يضيعها. كما كان الحال سجل محيوس المخالفة وما احتفلش. مانيش عارف علاش ما احتفلش. تحسب كان يلعب مع المنتخب الليبي. اللقطة الوحيدة اللي تصلح اللي دارها ميرزاق هي هذه الكرة اللي نحى اللاعب تاع الليبي ورجعها الحارس تاعو. وهذا قندوزي اللي حابين يجيبوه ليكيب ناسيونال. بعد إصابة محيوس دخل هالاند واد كنيس مقابلة كاملة هو يطعن برك. وهذه اللقطة الوحيدة اللي اختبر فيها حارس مرمى تاع الجزائر أليكسيس. في هذه اللقطة ما عرفناش مزيان يسجل فيها ولا يمد فيها لصاحبه.